يا مساء الكورة ومساء الايجيبشن ليج. وابتدينا تاني نرجع للدوري المصري في اول مباراة كانت للاهلي اللي قدر فيها انه يكتسح المصري برباعية نظيفة في مباراة تألق فيها امام عاشور ورضا سليم وبيرسي تاو كانوا اون فاير، وزي ما عودنا كولر الموسم اللي فات ولسه مكملة معانا وربنا ما يقطع لنا عادة الفوز بثلاثيات او رباعيات. وتعالوا ندخل على طول على تفاصيل التحليل، ازاي كولر قدر يكسب المباراة دي وازاي علي ماهر اخفق في التعامل معاه. مبدئيا علي ماهر كانت عنده فكرة انه هيلعب بكتلة واحدة وان يحاول يضغط على الاهلي ويمنعه من بناء اللعب، ويحاول ان هو يلعب على الكرات المرتدة سواء بقى لحسين السيد او يستغل المساحة اللي ما بين رامي ومنعم او يلعب في ظهر علي معلول. لكن للامانة ان كولر كان فاهم الدرس وعلي ماهر ما نجحش في ولا كورة انه تقدر تقول دي كانت فرصة حقيقية للمصري غير تقريبا في ركنيتين. تاني مشكلة كانت عند علي ماهر بعد ما اتطرد بال المحمدي. انا كان في رأيي لازم ان انت تقفل وتحاول تطلع باقل الخسائر، ولكن علي ماهر كان عنده طمع اللي انا ممكن اعمل خطورة وهدف، بس ما كانش عنده اسلحة تقدر فعلا تهدف. وكولر عاقبه برباعية نظيفة. متقدرش تفتح مساحات وانت كمان مطرود منك قدام الاهلي وما تنتظرش ان الاهلي مش هيجيب فيك اهداف. الجزء التاني بقى ايه هي كانت افكار كولر اللي بيلعب بيها المباراة دي. كولر كان عنده فكرة ان هو عايز يعمل جبهة نارية ما بين امام عاشور ورضا سليم وعلي معلول، وهي فعلا كان عندها خطورة كبيرة جدا طول المباراة، خصوصا رضا سليم وامام عاشور ثنائية هتشوف منها حاجات كتير افضل كمان الفترة اللي جاية. كان بيحاول ان هو يريح علي معلول ويخليه ما يتقدمش كتير، وبيلعب زي بامام عاشور هو اللي بيكمل كأنه باك كمان مع رضا سليم وبيفتح له المساحة دي. مستغل بقى ان امام عاشور ورضا سليم ان الاتنين الاختراقات عندهم مميزين قوي فيها وشفناها في اكتر من كورة. هنا امام عاشور بيقدر ان هو يعدي من اول ومن تاني واحد باختراقات، او رضا سليم اللي كان عامل التحول الهجومي بشكل مميز جدا، او رضا سليم اللي بيجري في المساحات الكرة بتتلعب له هو على طول بيتحرك والمدافع مش بيلاقي اي حل معاه غير ان هو يعمل معاه فاول. ودي الطريقة اللي الاهلي جاب بيها اكتر من فاول وهي اللي تسببت في الهدف الاولاني وفي الانذار ل3 لعيبة من المصري وكمان في طرد بال المحمدي. وكمان هو كان بيحاول يعتمد على بيرسي تاو على سرعاته واختراقاته، وهو ده فعلا اللي قدر يخلي بيرسي تاو يجيب الهدف الثاني والهدف الثالث. تاني حاجة الاهلي كان بيلعب عليها هي السكند بول. هتلاقي دايما ان السكند بول كان بيبقى للاهلي. هتلاقي هنا الكورة كانت ركنية المعلول صدها الحارس، ارتدت لكوك اللي قدر ان هو يتعامل معاها بشكل كويس. وبعدين هنا رضا سليم بيحاول كلاكيت اول مرة ما بتجيب وبتروح لامام عاشور اللي هو على رأي المعلق انت ما تعرفش هو شاف رضا سليم ازاي، عارف، وفي وسط الناس ظهر رضا سليم والوحيد اللي قدر يشوفه هو امام عاشور. وده بيبين لك قد ايه امام عاشور صفقة كويسة لانه عنده رؤية كويسة جدا للملعب ورؤية في وسط كل الناس دي. هو شاف رضا سليم وبصاله الكورة، ورضا سليم ما بتجليش بوم الهدف الاولاني وكان يستحقه جدا على كل المجهود اللي هو عمله. الفكرة كمان اللي كان بيعملها كولر بس يمكن هي ما نجحتش بالنجاح اللي كولر كان عاوزه، هو ان كان بيعمل ضغط عالي وبتلاقيه ان هو بيمنع لعيبة المصري من الخروج بالكوره، فيا اما بيغلطهم بيخرجوا غلط فالكوره بتجيله، او بيلعب لونج باص برده بتجيله. زي الكوره كده دي تاو بيقدر ان هو يضغط وياخد، بس يمكن تاو ما تصرفش افضل حاجه لانه مودست بوست كان جنبه فاتح الملعب، هو صمم يديها لامام عاشور والهجمه ما كملتش. برضه هتلاقي في اكتر من كوره بص ديانج فين وبيضغط ازاي على حارس المرمى وخلاه ان هو يلعبها لونج باص. كان ناقص بس في الضغط العالي ده ان يبقى فيه ضغط منظم اكتر وان الكور اللي تجيلك دي تتحول بقى لهجمات. الاهلي لسه كان عنده طول الشوط الاولاني اللمسه اللي قبل الاخيره والاخيره مش افضل حاجه، وده يمكن لان احنا لسه في بدايه الموسم واللعيبه لسه بتبتدي ان هي تتاقلم كمان مع العناصر الجديده اللي في الفرقه. ويمكن الشوط الاولاني ما كانش فيه فرص كتير لان كل اللي جات لك كانت ضربات ثابته، وده لان انت كنت محتاج حد يصنع لك اللعب في خط الوسط، لانه انت بتلاقي ديانج كويس جدا في الالتحامات وفي الضغط، بس ديانج لما تيجي تقول له مرر الكوره هتلاقيه ان هو بص بيبقى متقدم وبعدين بيرجع يتزنق فبيلف ويرجع تاني مع انه كان ممكن يعمل الباص على طول. وبتلاقي بص على الناحيه التانيه مين كان فاتح له ويقدر كمان ان هو يلعب. كنت بتضطر طول الوقت ان انت ترجع امام عاشور عشان هيحاول هو كمان يساعد في بناء اللعب. الصراحه بعد طرد بال المحمدي المباراه اتسهلت وكولر كمان ابتدى يزود من فعاليه امام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم وقدر يفعل
فعلا من 1-2 ما بين هاني وبيرسي تاو ان الاهلي يسجل الهدف الثاني، وبعدين كوره بالمقاس من امام عاشور، وده فعلا ميزه امام عاشور. بص لونج باص بالمقاس لبيرسي تاو اللي ما بتجليش واون فاير عشان يجيب الهدف الثالث. وقبليها على طول في الشوط الاولاني هتلاقي بص لونج باص من امام عاشور كان لهاني بالمقاس، وبعدين المدافع بيغلط وبتروح لهاني لمودست في الاخر اللي مش اي حاجه. وبعد كده الاهلي قال لك والله هغير بالخمسه، اللي هو انا هريح الناس كلها وهنزل بخمسه جداد. واول مره احس ان عبد القادر وطاهر نازلين عايزين يعملوا فعلا حاجه، وابتدى بقى الاهلي يلعب التمريرات ويبقى عنده سرعه في التمريرات واختراقات. الهدف الرابع ده بيمثل كل حاجه، اللي هو 1-2 ما بين كريم فؤاد لقفشه بيرجع يديها لعبد القادر لكعب رايق لكريم فؤاد، يعني عودا حميدا. ونورت الملعب يا كريم وربنا يبعد عنك الاصابات. ودي كانت احلى ما في المباراه. اخر حاجه في المباراه دي سيبنا المباراه واللي حصل فيها وطلعنا مودست او مش ده المهاجم اللي جبتوه. يا جماعه مفيش ولا عرضيه كانت صح اتلعبت فعلا لمودست، لانه ما كانش فيه صنع لعب كتير، ومعلول وهاني كانوا في وقت من الاوقات بيرجعوا في الدفاع وما بيتقدموش كتير، لانه لسه لحد دلوقتي العرضيات عند الاهلي مش متقنه. فالراجل مطالب منه ان هو يعمل ايه. حتى يمكن الكوره اللي جات له لما قطعها وضغط ديانج كانت فيها اصلا شبه تسلل. ولسه هو كمان كولر كان بيقول ان هو لسه راجع من فتره بقاله 4 شهور ما بيلعبش ولسه ما تعرفش على الفرقه، فلسه هياخد وقت علشان يندمج ويبتدي يطلع قماش. بس انت كمان لازم تموله، هو المهاجم ده مش هيلعب لوحده. انتوا برايكم بقى مين هو كان نجم المباراه ومين كانوا افضل ناس يستاهلوا ان هم ياخدوا اعلى التقييمات؟